حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اتحدى لو في اهلاوي كان متوقع انه هيكسب دقيقة زيادة فوق الوقت اللي بدل الضايع علشان الاهلي يجيب الجول، مش ان الحكم قاصد، مش ان الحكم عايز، انما الكون عايز، البشرية عايزة. أسوأ فريق كان بيلعب النهارده النادي الاهلي، كان بيلعب لعب سيء جدا، ونادي البنك الاهلي كان بيلعب بشرف وبعزة وكرامة، وفي النهاية الاهلي يكسب. انت عايز تقول لي انه الاهلي يستحق ان يفوز اليوم؟ بس انا جوايا والله انا كنت بتفرج على الماتش جوه، واقف خلاص الماتش خلص، الدنيا انتهت، وهقول الف مبروك والعداله تحققت في الاستاد، وفجاه كالعاده شربناها ساده. معقوله يا جماعه الكلام ده؟ قول لي في نادي في العالم بيجرى له كده؟ نعرف ريال مدريد، نعرف برشلونة، نعرف ليفربول، قول لي في برنامج في العالم، في نادي في العالم بيجرى له الكلام ده؟ كم ماتش الاهلي جاب جون في الدقيقة 99؟ كم ماتش؟ اعملوا الاحصائيات. معقولة يا عالم في حاجة كده؟ فين العدل؟ فين المساواة؟ فين الكورة؟ فين الرياضة؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى؟ ما تحسبوا الوقت وتشوفوا الوقت اللي كان بيتلعب فوق الدقيقة 95. الوقت كان انتهى، الوقت كان خلص، واوف سايد بقى ولا مش اوف سايد خلاص، هو حد يقدر يفتح بقه؟ مصر كلها قالت جون فبقى جون. ايه يا جماعة ده؟ حاجة تنقط، حاجة تشل، حاجة تتعب، حاجة تزهق، حاجة تخليك ما تتفرجش على كرة تاني. كلنا والله العظيم قاعدين نبعت لبعض مسجات، اقول له يا عمي، واحد صاحبي يعني، تقول لا خلاص، قال لي لا لا لا، وبعدين بعتنا لبعض كلام بعد ما دي يعني هي كلمه من 3 حروف كلنا بعتناها لبعض، كلنا بعتناها لبعض، ما اقدرش اقولها على الهوا، هي كلمه من 3 حروف مصر كلها قالتها، اهلاوي وزملكاوي، 3 حروف عاليه. وفي ناس عملت حاجات تانيه، انما هو في كده بحق الآلهة؟ هو في كده بحق هبل؟ هو في كده؟ في نادي بيعمل الكلام ده ولا بيلعب ولا اي حاجه، وطلع كل اللعيبه ونزل كل اللعيبه، واللي ما كانش بيلعب بقاله سنين نزله وعمل كل حاجه، نادي البنك الاهلي كان بيلعب لعب محترم، تعبوا وبيقاسوا، انما هي مطلوبه خلاص. عارف بعد الماتش ده انت تعمل ايه؟ انت بعد كده ما تفكرش، يعني انت عايز ايه؟ ما هو نادي عنده الحظ ده، عنده مش اراده ولا مهاره ولا عظمه، والله العظيم اسال الاهلاويه النهارده اللي كانوا في الاستاد يقولوا لك يا راجل ده امام عاشور اللي جاب جول عظيم بصراحه، كل الكور ما بتترفعش، ما بتروحش، كله في الهوا، كله مقطوع، وفي النهايه يفوز البنك الاهلي، النادي الاهلي. قول لي الاهلي كسب ليه؟ قول لي اللي حصل ده حصل ليه النهارده؟ غير انه الاهلي لازم ياخد الدوري. انا خلاص بجد، ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي، هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. ما تقوليش انه اصل الاهلي لما غير طريقته ولعب 4-3-2-1، لما الشناوي لما قفشه اصله، ولا اي حاجه من دي خالص. مفيش اي تفسير منطقي للي حصل النهارده خالص خالص، غير ان هو كده، هو ده الاهلي، وهي دي حياتكم، وهي دي بلدكم، وخلاص بقى مش عايزين دوشه. متشكرين يا عم، خلاص فهمنا الرساله الواضحه ان الاهلي لازم ياخد الدوري.